ويلا بينا ورجعنا لكم تاني ونقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أشرف خلق الله النبي الأمي. كل مرة بنتكلم في موضوع مختلف. آه المرة دي أنا عايز أتكلم معاكم في موضوع بالأخص للشباب اللي لسه سنهم صغير يعني، وأتمنى إن ما تقلبش. عايزك تكمل الفيديو للآخر وتسمع النصيحة، ولا كأن يعني من واحد زيه زيك، ولكن خد تجربة وعاش خبرة. فبحاول ان انا اقدمها لك لان الواحد عانى وشاف ولف واتغربنا وشفنا حاجات كتيرة. فالحاجات دي اللي هتتقالك او بتتقالك يعني بعد ما الواحد دخل المفرمة. فاتمنى ان انت توسع صدرك وان انت تسمعني للاخر. انا من كام يوم كنت ماشي في الشارع رايح عادي يعني مع اصحابي وكده، رايحين يشتروا شوية طلبات، وشفت موقف. آه يعني الموقف ده خلاني من جوايا بقول ان كل استاذ وكل استاذة علمني او عرفني حرف او قال لي دي صح ودي غلط وعلمني كلمة في المدرسة، الناس دي انا بديهم تعظيم سلام. بديهم تعظيم سلام. وكل اللي الواحد هيقوله او بيقوله او عايز يقوله من شعور، مش هقدر اوصف لكم، يعني مش هقدر اوصف لكم الاحساس. عشان كده بقول لكم خليكم دايما على تواصل مع الاساتذه بتاعتكم اللي بيدرسوا لكم، سواء كنت في ابتدائي في اعدادي. الناس دي الناس دي بركه. الناس دي المفروض يتعمل لهم تماثيل، لان واحنا صغيرين ما كناش بنحس بقيمة التعليم اللي احنا بنتعلمه. الا يعني انا واحد من الناس معرفتش قيمة التعليم اللي انا كنت بتعلمه، وان والدتي كانت بتضربني او اي حاجة كانت بتحصل معايا وانا صغير بتحصل معاك دلوقتي. وانتوا في ناس يعني الا من رحم ربي، في ناس ما بتتقبلش الموضوع، بالاخص الجيل اللي طالع ده. انا برضو كنت في وقت من الاوقات زي زيك، ولكن لما سافرت واتغربت عرفت قيمة التعليم. عرفت ان الناس اللي علمتني الادب الاحترام الاخلاق قبل التعليم اللي هو تعليم ورقة وقلم وكتاب والكلام ده، الاحترام والاخلاق. ولما شفت وانا ماشي لقيت استاذ كان موجود ليا في مدرسة وانا في اعدادي، موجودة عندي في البلد. شفت الأستاذ ده وهو بيشتغل، طبعا هو راجل يتعمل له تمثال، سواء هو أو كل الأساتذة اللي درسوا لنا واحنا صغيرين. أنا كانت من ضمن المدرسات بتاعتي خالتي، 2 خالاتي كانوا بيعلموني، وكانوا طبعا أنا وغيري كتير. الناس دي الواحد يديهم تعظيم سلام. بعد ما طلعوا على المعاش طبعا العمر بيجري، والناس دي بقى يعني اللي هم كلهم بركة وكلهم حب، وكل حب وكل الاحترام والتقدير ليهم. طبعا انا برضو كان من ضمن اللي شاف معاناة معايا. كان ليا خال برضو كان ماسك في مدرسة ثانوية. كل من علمني من الناس دي حاجة، فالناس دي أنا برفع لهم، يعني بديهم تعظيم سلام. بشوف فيهم الحب والاحترام، بشوف فيهم المودة. أي شيء هم علموني أنا بفتكره دلوقتي، عرفت قيمته. المدرس اللي أنا شفته في الشارع ده لما سلمت عليه وحضنته وفكرته بيا، هو نفسه قال لي انا هين عليا ان انا ابكي. قلت له لا، ده انت فوق راسي، انت علمتني. ولكن لما شفته واقف شغال
بعد ما طلع على المعاش زاد احترامي اكتر واكتر. وكنت بفكر هقول ايه او هتكلم في ايه. مش كل الفيديوهات اللي هعملها طبعا هزار وكده، لازم الواحد يكون عنده حاجة هادفة. فدي من ضمن الحاجات اللي فرحتني ان انا شفت مدرس ليا واقف شغال بعد ما طلع على المعاش بيكافح بيه وهو سنه كبير. فقلت له الله يبارك لك في صحتك، واخدت رقمه بالفعل. و آه، الناس دي يعني الناس دي انا عايز كل الجيل اللي طالع ياخد كل الكلام اللي بقوله ده. لانه فعلا لو حد فيكم بيفكر ان هو فيما بعد يسافر بره، هيعرف قيمة التعليم اللي هو بيتعلمه، هيعرف بقى كل حاجة، او هيفتكر يقول واحد اسمه هشام قال كلمتين والله العظيم ما عرفت قيمة الحاجات دي الا لما سافرت. وبالاخص لما بشوف المدرسين اللي علموني، بشوفهم حتى لما كبروا في السن واقفين بعد ما طلعوا على المعاش، واقفين شغالين ومش عايزين يقعدوا في البيت وبيكافحوا لسه وما زالوا بيكافحوا. الناس دي كل الاحترام والتقدير ليهم، وبقولها من كل قلبي الله يعطيهم كله يعني جميعا الصحة، ويبارك لهم في أولادهم، ويعطيهم عمر فوق العمر، ويفضلوا عايشين ويفضلوا يعلموا جيل ورا جيل. وأتمنى لو في حد من الشباب الصغيرين بيسمعني، كل كلمة أنا بقولها ما تستهزئش، يعني ما تحاولش إن أنت تستهزأ بيها. لأن فعلا أنا في وقت وأنا كنت صغير من سنك كده، كان كل الكلام ده أنا كنت بسمع برضو ناس كبيرة وأقعد أقول يا عم يا ناقصة وجع دماغ. الكلام ده أنا عرفته وعرفت قيمته لما شفت الناس دي وشفت المثال ده. فهختم ب... لما أنا على طول بختم بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على النبي الأمي عليه أفضل الصلاة والسلام. وأتمنى محدش ينسى اللي مش متابعني يتابعني، عشان يوصلك كل جديد. أنا بعمل فيديوهات بسيطة، أنا إنسان بسيط، سواء مضحكة سواء حاجات كلها يعني بنضحك مع بعض ونهزر ونفرفش، وبدي نصيحة حاجة أنا اتعلمتها في الحياة بحاول إن أنا